مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. والنهارده هنعمل سمك سنجاري. واخدين بالكم ان انا عندي برد ولا لا؟ صوتي وزوري مضيعين خالص، اظن باين على صوتي يعني. يلا بينا. النهارده هنعمل سمك سنجاري. الصراحه السمك اخف اكل في الصيف، في النار اللي احنا فيه ده. الصيف ده لا عاوز طبيخ ولا عاوز طواجن ولا عاوز محاشي ولا عاوز الحاجه دي، عاوز حاجه خفيفه كده وسهله نعملها ونجري على طول من المطبخ. دايما اقول نعمل حاجه خفيفه ونجري على طول من المطبخ. كمان السمك سهل الهضم. حطي لي لايك جميل يلا عشان نبتدي الوصفه على طول. معايا سمك مغسول كويس ومتنضف. السمك السنجاري فتحته بتبقى كده، تقدري تقولي للراجل افتحهولي. فتحة السنجاري، فتحة سمك السنجاري بيتفتح من ظهره، يعني هو بيبقى مقفول كده وبيتفتح من ظهره. كمان نقي السمكية تكون كبيرة شوية، ما تكونش صغيرة عشان ما تنشفش في الفرن. دايما السمك اللي ندخله الفرن ننقيه كبير شوية عشان ما ينشفش في الفرن مننا. ماشي، هتبلهم بقى كده. يلا تيجي على طول. السمك البلطي بالذات روحه التتبيل، يعني كمان مش كمون وكزبره بس، لا روحه الملح، ان انت تظبطي له الملح. يمكن سمك البحر بيبقى لحمه حايق لانه هو بيبقى في ميه مالحه، يعني لحمه بيبقى حايق نوعا ما عن سمك البلطي اللي هو بيبقى لحمه عادي خالص، عاوز يتظبط تظبيطه حلوه يعني. اول حاجه هجيبها كده على السمك، هرش عليه ملح على اللحم بتاعه. ظبطيه بقى ملح، يعني ما تخليهوش عادي. بصراحه بيبقى طعمه في منتهى الجمال وهو مالح، يعني حايق مظبوط ملحه حدقه. لكن لما بيبقى عادم بيبقى مش حلو خالص خالص، بتضيع الحلاوه بتاعته وبقله ظبطه الحياء بتاعه. ممكن السمكيه تكون حيه وجميله، بس لو انت ما ظبطتيش الحياء بتاعها بتطلع طعمها مش حلو. كمان لازم السمكيه تكون حيه. بصوا عين السمكيه دي، السمك دوت من امبارح عندي، انا جايباه ومنضفاه. بصوا عينه، السمك ده كان صاحي. يلا كده انا هبتدي بقى اجيب، هغسل ايدي مطرح ما مسكت السمك عشان احط ايدي في التوابل. يلا بينا. انا غسلت ايدي من السمك. هحط بقى ايه، هحط اول حاجه شويه شطه كده. طبعا الشطه دي براحتك، تقدري تحطي بابريكا بس لو ما بتحبيش الشطه، بس يعني ولو كان يعني سنه، مش لازم يبقى سبايسي جامد، سنه صغيره بيبقى حلو. خلي ايد نظيفه وخلي ايد لو مسكت بيها السمك ولا حاجه. دايما بنقول خلي ايد نظيفه طول ما احنا ماسكين سمك او فراخ، وايد تانية نتحرك بيها مع الحاجات النيه. دي رشه كزبره ناشفه، مش عايزه اقول لكم البرد عامل فيا ايه. كده كمان رشه كمون، رشه بابريكا صغيره كده. احنا حققنا لحم السمك واطمنا ان حتى لحم السمك كده ايه حايق وطعمه في منتهى الجمال. ادعك بقى كده اللحم. لازم كل اللحم يوصل له تتبيله. لازم يا جماعه ما تكسلوش ان انتوا تظبطوا تتبيله السمك. هركنه بقى على جنب كده شويه، وهمسك الخضار بتاعه. معايا الخضار بتاع السمك، طماطم متقطع صغير، كل الخضار يتقطع صغير. بصل متقطع صغير، جزر وكان في التلاجة طلعته قطعت صغير. فلفل الوان، تقدري تحطي فلفل اخضر بس لو عندك، بس يعني فلفل الوان بيدي شكل وبيدي كمان طعم. والخضار ده يا جماعه مش هيترمى، الخضار ده هيتاكل بيه الرز يعني او العيش، ما نرميش الخضار ده. طبعا الخضار ده مفيد جدا. معايا فص توم او راس توم صغيره مدقوقه لسه دقاها دلوقتي. معايا كمان ليمون، هاخد ليمونه اعصرها على السمك كده.
كده هعصر ليمونه على السمك كده، عشان كده برضو تبع تحقيق اللحم بتاع السمك عشان يطلع طعمه حلو. وهاخد الليمونه التانية اعصرها على الخضار بتاع السمك دوت، او السلطه بتاعت السمك بقى، هنسميها سلطه السمك دي. اهو كده. تقدري تحطي كزبره خضراء لو انت عاوزه تحطي كزبره خضراء، لو بتحبي طعم الكزبره مع السمك حطي كزبره خضراء، او تستكفي بالخضار اللي انا حطاه دوت برضو بيبقى طعمه حلو. هاخد بقى معلقه واحط من التوابل اللي انا حطيتها للسمك هنا على الخضار. يعني هحط سنه شطه مش كتير لان انا حاطه قرن فلفل حامي في السلطه دي، معايا سنه كزبره ناشفه، ومعايا سنه بابريكا، ومعايا سنه كمون، وملح طبعا. وهقلب الخضار ده كله ببعضه كده، والثوم كله كده. اهو يا حبايبي انا ظبطت السمك كده في ورق فويل. احطوا السمك على الناحيه اللي بتلمع مش الناحيه المطفيه، في ورق الفويل. وهرجع بعد كده احرك بقى التتبيله دي كويس. انا ظبطت الملح بتاعها، وهبتدي احط التتبيله دي كلها في السمك. هفردهم بقى كده كويس. اهو يا حبايبي انا رصيت الخضار كله، وحطيت شرايح بصل كمان وليمون شرايح. احط كده شويه زيت بس خلاص صغيرين. صراحه طريقه اخف من القلي بكتير، ولا تقلي بقى ولا تدخني الدنيا اصلا، والقليه في الصيف دي بتبقى بتزهق يعني، وكمان تقيله. كده رشه زيت صغيره خالص على الوش كده كده. وهدخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه. متنسيش زي ما قلتلك لازم تتبلي لحم السمك حلو، هيبقى الطعم في منتهى الجمال. لو سيبتي السمك او يعني ما اهتمتيش ان انت تحيقي لحم السمك هيطلع طعمه مش حلو. الاساس في السمك البلطي هو التتبيله بتاعته وظبطه الملح. ظبطه الملح كلنا عارفين ان السمك بيتبل كزبره وكمون وشطه وبابريكا والكلام ده كله، لكن ظبطه الملح دي حاجه مهمه جدا في السمك، سواء كان مقلي او مشوي او سنجاري كده او اي نوع سمك في الفرن. ظبطه الملح مهمه. هروح بقى ادخله الفرن وارجع اوريهولكم بعد كده شكله بقى ايه. اهو يا حبايبي كده السمك خلص. اهم حاجه ما تخليش في السمك ميه عشان ما يبقاش زفر او تحس ان هو زي المسلوق من حتى ميه الخضار دي. يعني لما تنشفيه يكون احسن. طبعا ليكي مطلق الحريه، يعني دي اذواق شخصيه. لو تحبيه فيه يعني طري شويه جوسي شويه كده يعني، و تحسي ان فيه ميه شويه كده براحتك، تعرفي تغمسي او تاكلي منه، دي حاجه ترجع لك. لكن بالنسبه لي انا بحبه ناشف عشان ما احسش ان هو مسلوق او صايص كده يعني. في ناس بتحبوه جوسي زي ما قلنا. انا برضو بحب مع السمك اللي في الفرن بالذات اللي معاه الخضار ده رز ابيض كده. بحب اعمل معاه رز ابيض، ما بحبش معاه رز الصياديه بحس رز الصياديه فيه بصل وتقيل وكمان الخضار، لكن كده انا بحس ان الرز خفيف مع الخضار مع السمك. وبرضك ليكي مطلق الحريه. سويني بقى صراحه سخن جدا على ايدي مش عارفه اطلع منه، بس انا دقته طعمه في منتهى الجمال وحايق خرافه، طعمه جميل جدا. يا رب تجربوه ويعجبكم. هو الصيف مش عايز غير الاكل الخفيف ده، تعمليها بسرعه وتجري من المطبخ. كانت معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتدوسوا على جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد مننا. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.